في حدا بيقول نصيري وحدا بيقول، يمكن اسال كثير من السوريين شو دول النصيريين، ما بعرف ايش في نصيريين، ما بيعرف. ما عندنا هذه الاشياء ابدا. من اين جاءونا بها؟ كونهم يطالعوا العلويين الحماصنه من بيوتهم وغيرهم، امتى كان هذا؟ مين خلقوا هذا؟ مين خلقوا؟ هذا اقول لك، يعني صاير معي في فمي ماء وهل ينطق من في فيه ماء، وانت كذلك والثاني كذلك وكلياتنا، لكن كلنا نريد الخير لسوريا. لا طيب يا اخي، لو كان في عندنا نحن طائفيه، هل استطاع كان حافظ الاسد ان يحكم سوريا؟ لان السنيين اكثر بكثير، رحبوا به وذبحوا له الذبائح وصفقوا له الى اخره. ولو كان عندنا طائفيه، هل كان يستطيع بشار الاسد ان يحكم سوريا؟ ما كان يستطيع ابدا. 30 سنه حكم حافظ الاسد سوريا، وكان يعني التسليح اكثر وكان بيد العلويين، وكذلك بشار الاسد حكم 14 سنه الان صار حاكم. ابدا ما حدا تكلم في قضيه العلويين. الان خلقت منين؟ من اين جاءت؟ ما بعرف، جاوبني. صرنا نشوفها يعني مثل انا درست باللاذقيه، وكان معنا العلوي والمسيحي والدرزي سبحان الله. ويمكن الشيء بس بعيدا عن التصوير او التسجيل اللي حكيت لك اياه، احيانا الناس بفتره هي بتقول الجيل الستينات اللي يعني بيقولوا الله يسامح جيل الستينات اللي وصل الناس لهالمواصيل انه حكم البلد مثلا شخص من غير الاغلبيه. يعني هي سبحان الله. استاذي، الذين يقومون الان ويتظاهرون هم تربيه العلويين، هم تربيه النظام، كلهم عاشوا في مدارس النظام وفي ظل النظام. مسألة غريبة يعني. هي اللي صار هلا أنا ما تظاهر، واللي أدي بالعمل ما تظاهر. كل من ولد قبل النظام لم يتظاهر. الذين تظاهروا هم الذين رباهم النظام، ليدلك على أن أرضنا لا تنبت طائفية. أرضنا ما بتنبت حنظل، أرضنا ما بتنبت شوف، ما بتنبت إلا ورد ذو رائحة كريمة. عرفت شو؟ نحن ما عندنا طائفية. الله يبارك فيك. نرجع عن الأسئلة الثانية، الناحية الثانية.